العيال اللي طالعه تقول اصل فضح العيال ومش عارف ايه، نقعد اعمل لهم فيلم. انتوا عارفين نادي الزمالك لو ما خدش اجراء كان زمانه توقف سنتين تاني. كان زمانه توقف سنتين لو ما كناش خدنا اجراء مع الولاد وطلبناهم للتحقيق تاني يوم. لان في منظمه اللي هي بتاعت دي منظمه عالميه، فموجودين في كل ماتش، فلما عرفوا دول طلعوا من السكور. تمام. الغبي اللي اسمه فتوح لما قال كورونا، هو كان ممكن يقول طلع عشان مصاب كورونا يبقى لازم نكشف. مش انت قلت كورونا لانك كنت ممكن تعدي العيال. تمام. يبقى كان لازم نكشف. انت هربت بقى، مشيت من الماتش كله، يبقى انت عامل مصيبه والنادي بتاعك متستر عليه. فعرفتوا بقى ان انا ليه اعلنت؟ عشان لا اعرض نادي الزمالك لاي عقوبه من الاتحاد الدولي. لا احنا خدنا موقف خلاص قبل ما هم يجي، يعني هم خلاص، يعني هم عاملين البتاعه دي بتاعت خدوا اجراء النهارده. تمام. وتاكدوا ان نادي الزمالك لم يكن يعلم باللي حصل، وشافوا ان نادي الزمالك محاول اقل للتحقيق قبل هم ما يجوا. كنتوا عايزين نادي الزمالك يتوقف سنتين عشان عيل تافه؟ وانا كنت مديله فرصه النهارده يجي ويعمل اعتذار للجماهير، وبعدين هو مستخبي ليه مش عايز يجي لغايه مفعول الحاجه اللي في جسمه تروح. مش هو قال لك والعيال الصايعه هيروح يعمل تحليل دلوقتي؟ ما عملش ليه؟ ما هي الحاجات دي يا جماعه بتقعد في الجسم فتره معينه. ما اعرفش تشرب خل ولا بيشرب ايه بقى. انت حشاش ما تعرف منين؟ طيب واخد بالك. فهو فين وما جاش تمرين؟ ده عيل صايع فائد. قبلها بيوم هنا اهو تاني في الصاله دي قال لي عايز امشي ما العبش الزمالك. طب هات لي عرض. ايوه هجيب عرض، سيبني امشي. بجح فيه انا قدام زملائه.